السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا، هقدم لكم النهاردة تفسير اسم عرفة في المنام، وما معنى اسم عرفة في اللغة العربية، وما هي صفات حامل اسم عرفة، فتابع معنا. أولا، ما معنى اسم عرفة في المنام؟ إذا رأى الشاب الأعزب اسم عرفة في المنام فهي دلالة على أنه يتمتع بالعلم والحكمة، وإذا رأت المتزوجة اسم زوجها عرفة يدل على علمه الذي يقدمه للناس للانتفاع منه. إذا رأت العزباء اسم عرفة في المنام بيدل على إنها هترتبط بشخص هيكون شخص صالح وملتزم دينيا وأخلاقيا، وهتحس معاه بالسعادة والفرحة الكبيرة لما ترتبط بيه إن شاء الله. اسم عرفة للعزباء بيدل على البركة اللي هتحل على حياتها، هتكون فتاة محظوظة جدا بأيامها الجاية، هتقدر تحقق نجاحات وإنجازات كبيرة غير متوقعة. ربنا كمان هيمن عليها بتحقيق أمنيات وطموحات هي كانت دايما بتدعي ربنا بتحقيقها. ولو كنت متزوجة وشفتي اسم عرفة في منامك، الحلم بيحمل ليكي بشرى رائعة بالحمل القريب إن شاء الله، وإن ربنا هيمن عليكي بحياة هادئة خالية من أي مشاكل وعراقيل. أما لو كنت حامل وشفتي اسم عرفة في المنام فلا بد من تسمية ابنك بهذا الاسم ليكون في حفظ الله ورعايته، وهيكون طفلك بعون الله في صلاح أحواله دينية ونفسية واجتماعية وسلامة تامة ليكي وجنينك إن شاء الله إذا شاهدت هذا الاسم في منامك. أما لو كنت رجل فاسم عرفة بيحمل لك الحظ الوفير، حظ جيد وتوفيق من رب العالمين لحياتك وصحتك في أبنائك. وإذا كانت زوجتك حامل فمن الأفضل تسمية الاسم كما ورد في المنام، هذا والله تعالى أعلى وأعلم. وبعد ما تعرفنا على معنى اسم عرفة في المنام، دعونا نعرف ما معنى اسم عرفة في اللغة العربية. اسم عرفة هو اسم مذكر عربي الأصل، ويذكر أن معنى اسم عرفة في اللغة العربية هو اسم جبل عظيم، وهو جبل عرفة الذي يذهب إليهم المسلمين في أحد أهم وأقدس الأيام لديهم في تأدية مناسك الحج، وهو يوم عرفات الذي يوافق 9 من ذي الحجة، حيث يقوم المسلمين بالطواف حول الكعبة والوقوف على جبل عرفة داعيين متضرعين إلى الله عز وجل. ما هي صفات حامل اسم عرفة؟ يجمع كل من تناول تأثير اسم عرفة على صفات الشخصية أنه شخص ذكي ولبق وناجح في حياته، كما أنه يتميز بأنه ذات وجه بشوش دائم الابتسام والتفاؤل، وهو شخص يحب عائلته كثيرا ويعطيها الأولوية في حياته، كما أنه ذات قلب طيب وخلق إنساني قويم لا يتأخر عن تقديم المساعدة للآخرين. قيل حتى أنه ذات خصال الهدوء والطبع الإنساني المتزن ودرجة عالية من الوعي في التعامل مع الأزمات. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دائما دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.